السلام عليكم الاخوات ديالي، كي دايرين؟ كنتمنى يا ربي ان شاء الله تكونوا كلكم بتمام الصحه والعافيه وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم واحد الطبق مغربي 100%. غنوجد معكم القرعين بالحمص والزبيب، كيجي رائع بزاف، كيجي معسل والمرق ديالو كيجي خاطر. غنشارك معكم واحد السر باش كيجي يعني القرعين كيجيو طايبين الزبده. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم، واللي كيهمها الامر كنتمنى ان شاء الله تبقى لاخر الفيديو لمشاهدتي. دابا ان شاء الله غنمروا المقادير. كنتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ان شاء الله غنحتاجوا عندي هنايا القرعين اللي غسلتهم مزيان مزيان، فانا غير انا والزوج ديالي واللي غناكلوهم، والذين ما غياكلوهمش ما كيعجبوهمش. وعندي هنايا واحد 4 الفصوص ديال الثوم، عندي واحد البصله مشلضه، عندي هنايا القرفه، العود ديال القرفه، وعندي هذه ديال الزعفران الضمه. ما عنديش زعفران شعره، اللي عندها زعفران شعره تضيفوا احسن. وعندي هنا هاد الحبه ديال التمر هي اللي غتسربي لينا باش يطيبوا لينا بسرعه. عندي هنايا الحمص اللي رقدته ليله كامله، وزيت الزيتون اكيد. وعندي هنايا المعداش تعوضوا حتى بزيت المائده. عندي شويه ديال الزبيب اللي رقدته شويه في الماء. كتوابل غنحتاجو عندي هنايا الزنجبيل او سكينجبير، عندي هنايا الخرقوم، وعندي هنايا شويه ديال نصف ملعقه صغيره ديال الابزار، وعندي التحميره، عندي هنايا الكمون، وعندي هنايا شويه القزبور يابس، والملحه كتبقى على حسب الذوق. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو ان شاء الله. دابا ان شاء الله غنضيفوا القرعين الطنجره الضغط. يمكن لكم ديروهم حتى هكاك يعني بدون طنجره الضغط، ولكن يعني غير كياخذوا شويه د الوقت بزاف وصافي. صافي من بعد ما ضفتهم كلهم هنايا نضيفوا التوابل اللي ضفت لكم كاملين. غنضيفوا القرفه، وغنضيفوا هاد الضمه ديال الزعفران، وغنضيف هاد التمره، وكنضيفوا زيت الزيتون، واحد الكميه يعني واحد نص كاس. غنضيفوا الثوم، وغنضيفوا البصله، غنبدلو مزيان هاد الشيء. كنطيبوه مباشره، كنضيفو الماء، الا عندكم الحمص كيطيب دغيا ما تضيفوش في هذه المرحله، واحد نص ساعه حتى كيطيبوا شويه، يعني نص طيبه هاد القرعين عاد ضيفوا الحمص. الا كيتعطل انايا صراحه هنايا راه كيتعطل شويه الحمص، ما كيطيبش دغيا، فغنطيبوا معاه. الا كما قلت لكم راه يعني كيطيب دغيا واحد نص ساعه حتى يطيبوا، تسدوا على الطنجره يطيب شويه هاد القرعين واحد نص طيبه، عاد ضيفوا الحمص. لان انا يعني ما كيطيبش بسرعه فغنضيفو مباشره. كنخليه غير الزيت كامل، من بعد ان شاء الله عاد كنزيدو. المهم غنخلط مزيان هذا الشيء وكنضيف الماء. الماء خصو يكون غليان. صافي غنضيفو الماء، وغنسدو على هاد الطنجره الضغط. راه كياخد يعني بزاف الطياب ديالو، بين ساعه ونص هكاك حتى ساعه وشي حاجه، ونشوفوه ان شاء الله. ما كنزيدوش عاود على البوطه، كنديروه نار متوسطه باش ما يعني يطيبنيش، ما يتحرقش لينا ويشرب هذاك المرق. المهم ان شاء الله من بعد نرجع عندكم، نسد على طنجره الضغط ونرجع عندكم حتى يكون ان شاء الله على حال يطيب.
هنايا ان شاء الله من بعد ما حلينا على طنجره الضغط لقينا لا القرعين لا الحمص ما شاء الله طيبين مزيان مزيان. سمحوا لي على الصوت ديالي غير شويه ضربني البرد. من الثاني ديال العيد وهي كطيح الشتا ما شاء الله يعني ما كتوقفش. ان شاء الله يا ربي ترزق شويه الشتا ان شاء الله في البلاد ديالنا ما كتهش نهائيا هنايا. ودابا شي اسبوع ونصف وهي يعني كطيح واحد المره تطيح يعني في الساعه تخرج الشمس عاود ترجع عاود طيح عاود الشتاء عاود يجي البرد رجع البرد يعني الفصول الأربعة يعني في النهار واحد كنشوفوهم هنايا الحمد لله. الله يغيط شويه ان شاء الله في البلاد ديالنا. شوفوا معايا كما كتشوفوا لا الحمص لا القرعين طيبين مزيان مزيان ما شاء الله. الا قلت لك بغيتو يطيبوا لكم دغيا ويعني ما يشدوا لكمش يعني الوقت في الطياب بزاف وما يتحرقوا لا والو غير نقصوا على البوطه. انا ما كاملاش ساعه حليت عليهم. ديريهم على عافيه تكون مهيله يعني متوسطه وضيفوا لهم هذيك الحبه ديال التمره راه كتساعد دغيا حتى في الطياب ديالو. دابا ان شاء الله غنضيف ليه شويه ديال الزبيب والزبيب كيبقى على حسب شحال بغيتو نتوما تضيفوا. غنخليه واحد ربع ساعه حتى يطيب هذاك الحمص والمرق ديالو غيولي خاطر بزاف. من تما غنضيفوا ليه كما بغيتو ملعقه ديال العسل. واللي بغى عاود يضيف ليه حتى السكر ولا تخليوه غير هكاك. انا غندير هنايا واحد الملعقه ديال العسل الحر. ملعقه غير صغيره وصافي. انا ما كيعجبونيش صراحه يجيو يعني حلوين بزاف. انا درت ملعقه غير شويه صغيره كيعجبوني بقاو يعني في المذاق ديالهم. اللي ما عندهاش العسل تضيف حتى ملعقه صغيره هكا ديال السكر واللي كتبغي يعني يجيو ليها حلوين بزاف تزيد يعني السكر على حسب يعني كما بغيتو يجيوكم يعني كيجيو شويه هكا معسلين وصافي. المهم غنخليه حتى يشرب المرق ديالو مزيان يختم. وليداتي هنايا وجدت لهم كما قلت لكم ما كياكلوش يعني الكرعين درت لهم هكا المكرونيه بالكفته وصافي. هنا غنخليه على النار هادئه ونطلقوه في الطبق التقديم ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديال القرعين من بعد ما طابوا ما شاء الله يعني كيجيو لذاذ بزاف. كيجيو طايبين فتيين والمرق ديالهم حتى هو كيجي خاطر ومعسلين. كنتمنى ان شاء الله ينالوا يعجبكم. فقتهم هنايا بهاد السلطه البسيطه واكيد مع خبز الدار حتى هو كنت صوبته. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تنال يعجبكم ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. انتظروني في فيديو آخر إن شاء الله من فيديوهاتي البسيطة. وأحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.